تونة تونة تونة. دي مش أغنية، دي حلقة مهمة جدا لازم تتابعوها. أنا كنت عايش حالة من الإبهار لما شفت 50 تونة طالعين على المركب في رحلة واحدة. كان شيء بالنسبة لي مدهش جدا، وأعتقد بالنسبة لك كمان وأي صياد بيحب الهواية. علشان كده احنا خلينا المهندس كريم من فريق عمل الباشا صياد يسافر على الإمارات. طلبنا منه طلب محدد، يصور لنا بيطعموا ازاي، يصور لنا بيستعلفوا ازاي، يصور لنا بيطلعوا التونة ازاي، يصور لنا الأدوات المستخدمة، الخيط، كل حاجة، وكمان يصور التونة اللي بيشدها. طلع المهندس كريم وعمل رحلة عالمية هنتفرج عليها النهاردة في الحلقة، وهنستضيف معانا المهندس كريم يحكي لنا على كل التفاصيل في رحلة ممتعة جدا. مهندس كريم منورنا. بنورك يا حاج خميس، وانا مبسوط جدا ان انا معاك النهارده، وكل سنه وانت طيب، وكل متابعينك طيبين، وكل متابعين الباشا صياد طبعا على دماغنا، وكل سنه وانتم طيبين. طيب احكي لنا بقى الحكايه من الاول، من اول ما طلعت على المركب لحظه بلحظه. الموضوع بيبدا يعني هنبداه من اول خالص، من اول الاستعلاف. مبدئيا الصيد عندهم بالحي بس، يعني ما بنشتريش طعم زي ما بنعمل هنا والكلام ده، ما فيش الكلام ده خالص. احنا بنطلع عشان نستعلف، وبعد كده نطلع نصطاد التونه. مفيش حي، مفيش صيد. طلعنا الطلعه، بدانا من 6 الصبح، طلعنا عشان نستعلف. قعدنا في القصه دي مثلا حوالي 7-8 ساعات لحد بعد الظهر، وانا مش فاهم حاجه. هو اليوم كله طالعين نصطاد بغا. بالمناسبه هي اسمها سيما هناك، البغا المبرومه بتاعتنا اسمها سيما، دي اللي بيصطادوا بيها التونه اساسي في صيد التونه. الساعه 1 الظهر، الساعه 2 الظهر لسه ما عمالين بنستعلف. هو بياخدوا كميات كبيره لان بنمشي مشوار كبير جدا لحد ما نوصل للمنطقه اللي بنصطاد فيها. الاستعلاف ده لقيت فيه حاجات غريبه جدا اول مره نشوفها. بنستعلف عادي مثلا عن طريق وش البغا، بيستعلفوا بيه، بيشيكوا بس. هو بيدخل بالمركب على الجهاز. انا شفته في فيديو معاك كان 6 سنون كده. ده بس بيتاكد ان الجهاز تمام. هو بيدخل يشوف الجهاز، يقول لك موجوده تحت، يبدا يحاول يطلعها لفوق عن طريق الوش ابو شراره، يطلع السمكه لفوق، ويبدا بقى الفكره بتاعتهم اللي عجبتني جدا. لقيت على المركب اكياس كتيره كده، حوالي 5-6 اكياس، كل كيس 5-6 كيلو شروي مفروم فرمينو. بدأ يعمل ايه بقى؟ يبدأ يطلع من الكيس ده ويعمل كور كده ويرميها في المية. هو بيحاول يطلع البغ على وش المية. عايز يعلي البغ على وش المية عشان يبدأ بطريقة بشبكة كده جميلة جدا كبيرة كده، هتشوفوها معانا، انا مصور الكلام ده كله. هتشوف الشبكة، يطلع الاول البغ عن طريق يرمي الطعم المفروم، ويبدأ يخش بالشبكة، السمك يطلع على وش المية. يبدأ برضو من ضمن الحاجات اللي بيعملوها برضو عشان خاطر يجمع السمكة، يحط جزء من الشروي المفروم ده في جردل ميه عشان يعمل طشه بيه. على وش يعمل طشه على وش الميه. اول ما تبدا تهجم يعمل لهم طشه بالمفروم ده، يبدا السمك يدخل، يروح جاي بالشبكه بالخيط. انا شايفك انت مصور كميات كبيره جدا من الباغه. انتوا بتحتاجوا الكميه دي كلها؟ اي كميه معانا من الباغه تاكد 100% ان هي ممكن تخلص. الموضوع جوه مختلف خالص. الباغه دي احنا بنرميها طشه جوه، انت متخيل؟ يعني احنا بنعبي ونرمي طشه. اي كميه معانا لازم يبقى معانا كميه كبيره، لان احنا بنمشي مشاوير كبيره جدا جوه. انا اتفاجئت بالمشوار، احنا ماشيين حوالي 180 كيلو في خليج عمان. ومعاكم محيه كويسه في معانا ما شاء الله. المركب هو اسمه الطراد هناك. الطراد ده مجهز تجهيزات ما شاء الله، مكاين عاليه جدا عشان يمشي بسرعه عاليه جدا في الميه. محيه عالميه. كل شويه طول ما انت ماشي، انا مصور الكلام ده، طول ما احنا ماشيين يملى ميه ويفرغ ميه ويغير ميه عشان يفضل السمك كأنه في الميه. طيب عملية الاستعلاف تمت بالشكل الجميل ده، واتحركتوا علشان تبدأوا ترصدوا مكان التونة. هل ده بقى من خلال الأجهزة ولا دي توقيتات صيد هم عارفينها؟ طبعا المركب مجهز بكل حاجة زي ما قلت لك. المواتير ما شاء الله عشان السرعة العالية، عشان نوصل للأماكن البعيدة. الأجهزة الجي بي اسات، أجهزة التليفونات معاهم السرية، لأن احنا بنفصل شبكة، فالجهاز ده مهم جدا لأن بيبقى فيه تواصل ما بينه وما بين الصيادين. تعالى أكمل، أنا آخر رحلة ماشي 180 كيلو، فما فيش شبكة تليفون، ما فيش أي حاجة. بس لقيته بيتكلموا في التليفونات، كمل، لا شمال، لا جنوب. هو رايح فين؟ ماشي رايح فين؟ هي دي القصة اللي أنا مستني أفهمها. بيدوروا على التونة عن طريق الطير، بيشوف الطير فين، بالنظارة المعظمة بيبص على المية والطير وشخللة المية لو مشخللة احنا ماشيين المية هادية خالص، يتجه عليها فورا.
وعن طريق الجهاز اول ما يوصل للشخلله والطير تلاقي الجهاز نور سمك. تخيل تلاقي الجهاز، انا مصور الكلام ده، هتلاقي الجهاز نور سمك، يبدا يقول لك تعالى نبتدي بقى. انتظرونا في الجزء الثاني من الباشا صياد، ورحلة ممتعة جدا على أرض الإمارات.